صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت المحلي اللي بتشوف فيه الفيديو أو بتشوف فيه العظمة دي بمعنى أصح. والعظمة اللي قدامك دي يا صاحبي اسمها هوت كافي أو الأداة اللي بنستخدمها في إننا بنتدفى بيها، يعني ألف ب شتا كده. الهوت شوكليت لازم يكون موجود. تعالى يا صاحبي أعرفك العظمة دي بتتعمل إزاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا والوش الجامد ده. بس قبل أي حاجة هتصلي على النبي وتعمل لنا الاشتراك الجميل. اي حاجه واسعه عندك كده او برطمان زي الجامد بتاعي ده اللي انا بستخدمه طول حياتي. المهم هتجيب معلقه ونص من السكر او على حسب ما انت بتحتاج سكر. انا هنا استخدمت معلقه ونص بس، عليها معلقه ونص قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه بلاك او الكيس ده الموجود، مش هتفرق كتير. ربع كوبايه صغيره كده وتبدا تنزل تقريبا بثلاث معالق من الصغيره دي ميه سخنه، وده هيكون مقدار المية معانا. هندوبه كده كويس، وانا هستخدم المضرب ده، ولو عندك مضرب كهربائي عادي مفيش مشكلة. المضرب ده ب25 جنيه من اي حد بتاع ادوات منزلية او هتلاقيه على اي سوق. المهم هتعرف ان القوام المظبوط ازاي اول ما تلاقيه المضرب علم فيه كده، او لازم يكون القوام كريمي كده يعني. هنجيب البرطمان الرايق ده كده ونبدأ ننزل بيه شوية في الكوباية دي وشوية في الكوباية دي، وعامة المعلقة ونص من النسكافيه بلاك كفة الكوبايتين دول بالظبط. هتجيب يا صاحبي كوباية حليب تكون سخنة، وهتبدأ تنزل بيها على الكوبايتين بالتساوي، شوية هنا وشوية هنا زي ما بعمل انا كده بالظبط. بعد ما خلصنا كده يا صاحبي ده كان شكلها، وعملت كمية فوم رهيبة. كنت انا عندي شوية صوص كراميل كده جبتهم وبدأت انزل عليهم او زينتهم بالشكل ده، يعني انا ما بعرفش ازين كده كده بس تمام. وبس يا صاحبي، وطلع شكلهم بالعظمة دي كده. ولو عجبك الفيديو اكيد ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة وتصلي على النبي وتدعينا دعوة من قلبك. سلام.